بسم الله الرحمن الرحيم. معكم فاطمة زهراء، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم مع بعض عن رؤية الامتحان. هنعرف الامتحان بشكل عام، أهم التفسيرات المتعلقة بيه. كمان هنعرف معناه لو شاف الرؤية دي رجل أو امرأة، سواء كانت عزباء أو حامل أو متزوجة. كمان هنعرف في حالة لو شاف الرأي ان قادر انه يحل في الامتحان او الامتحان كان صعب. كمان هنعرف معنى الرسوب او معنى النجاح. اولا بشكل عام رؤية الامتحان في المنام للأسف من الرؤى اللي بتدل على محنة او على اختبار من الله سبحانه وتعالى للرائي. لما يشوف ان الورقة او يشوف ان الامتحان هو مش عارف في حاجة او مش عارف يحل او في صعوبة في حل الامتحان، للأسف من الرؤى اللي بتدل على صعوبة في حياته بشكل عام، كمان تعثر في بعض أموره. لما يشوف ان ورقة الامتحان كلها سودة ومش باين منها حاجة، فللأسف بتدل على فترة هيمر بيها الرائي. هتكون الفترة دي شوية صعبة، هتكون فيها متاعب وهتكون فيها صعوبة. كمان لما يشوف الرائي انه بيمتحن برضو وانه مش لاقي ورقة الإجابة أو متمكنش من الإجابة والوقت خلص، فده تعرضه لبعض المتاعب والصعاب في حياته أو حدوث أمور أو إصابته بأمر شوية هيكون مكروه. رؤية الامتحان برضو ورؤية الصعوبة في الامتحان من الرؤى اللي بتدل على بعض الرأي أو تقصيره في العبادات، فعليه انه يرجع تاني وان هو يتوب. لما يشوف الشخص ان هو اجتاز الامتحان وانه حل وانه كان سهل، فمن الرؤى اللي بتدل على قوة الرأي وصبره وتحمله للمصائب او تحمله للصعاب. كمان النجاح في الامتحان من الرموز المبشرة بانتهاء فترة صعبة في حياة الرأي وتخطيه صعاب وتخطيه محنة كان بيمر بيها. كمان النجاح في الامتحان ويشوف الرأي ان هو كان مبسوط وفرحان بالنجاح ده لو كان غير متزوج، فمن الرؤى اللي بتبشره بالزواج والارتباط. الفتاة العزباء لما تشوف ان هي للأسف رسبت في الامتحان، فمن الرموز اللي شوية بتدل على صعوبة. اما نجاحها فده زواج وزواج قريب. لما تشوف ان هي في قاعة الامتحانات ومش قادرة تجاوب، فدي صعوبة للأسف ومشاكل هتواجهها في حياتها. المرأة المتزوجة لما تشوف انها نجحت في الامتحان، فمن الرؤى اللي بتبشرها بالحمل القريب. والعكس للأسف لما تشوف ان هي رسبت، ده شوية هتكون عدم استقرار. كمان لما تشوف ان هي مش قادرة تحل الامتحان او في صعوبة في الامتحان، فده تعرضها شوية لبعض المشاكل، وفي الغالب بتكون مشاكل عائلية او مشاكل زوجية. كمان المرأة الحامل لما تشوف ان هي نجحت في الامتحان بسهولة، فمن الرموز اللي بتدل على ولادة سهلة وولادة ميسرة بدون متاعب، وكمان صحة جيدة ليها ولمولودها. والعكس لما تشوف ان هي رسبت في الامتحان، فللأسف بتدل احيانا على متاعب او على صعاب ممكن تواجهها خلال فترة حملها. كمان لما يشوف الرائي انه بيغش في الامتحان. الغش في الامتحان من الرؤى اللي بتدل على استخدام الشخص للحيل وللمكر عشان يوصل لشيء معين هو بيتمناه او شيء معين هو بيطمح ليه. الغش في الامتحان دي محاولة لتخطي امور صعبة او شيء كان بيسبب قلق للرائي. كمان الغش احيانا بيدل على سوء تقدير للرائي وارتكابه بعض الاخطاء او بعض الذنوب. كمان الغش في الامتحان من الرؤى اللي بتدل على شعور الرائي بالهم او بالحزن او وقوعه في معصية او في ذنب.
أحيانا بيدل كمان على سلوك سيء أو اتباع الرأي لأهوائه أو لشهواته. الغش في الامتحان معنى كده انه بيعتمد الرأي بيعتمد على اشخاص او على جهد اشخاص تانيين عشان يوصل لشيء هو بيسعى ليه. كمان الغش من الرموز اللي بتكون رسالة تحذير من الله سبحانه وتعالى انه يرجع تاني ليه وان هو يتوب. لما يشوف الشخص ان هو رسب في الامتحان احيانا بيدل على قلق او توتر هو بالفعل عايش فيه. احيانا كمان بتكون حديث نفس لو كان هو لسه طالب او كان بيدرس، فاحيانا بتكون حديث نفس. الرسوب في الامتحان كمان من الرموز اللي بتدل على خسارة هيواجهها الرأي في حياته، ممكن تكون فشل في أمر معين أو خسارة في مشروع معين. كمان الفتاة العزباء لما تشوف إن هي رسبت في الامتحان فدي علاقة فاشلة هتخش فيها أو هترتبط، ولكن هتحصل مشاكل وهتكون يعني غير مفيدة ليها. كمان لما يشوف الرأي انه رسب في الامتحان فأحيانا بيدل على لو كان هو شخص ملتزم فأحيانا بيدل على خوفه أو قلقه من الابتلاءات من الله سبحانه وتعالى، وان هو عايز يتخطاها بشكل يكون فيه صبر وشكل صحيح. كمان الرسوب في الامتحان من الرموز اللي أحيانا بتدل على خوف الشخص اتجاه أمر معين في حياته. برضو الرسوب في الامتحان من الرموز اللي بتدل على فشل الرأي في أمر معين. أما رؤية النجاح فمن الرؤى اللي بتدل على تحقيق أمنيات وتحقيق أحلام. كمان من الرموز اللي بتبشره بوصوله لشيء كان بيتمناه أو كان بيسعى ليه. كمان بشارة بالنجاح والتفوق في حياته بشكل عام سواء في حياته العملية أو في حياته الشخصية. ده كده باختصار أهم التفسيرات المتعلقة برؤية الامتحان في المنام، اتكلمنا عنه بشكل عام. بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي سؤال او استفسار اكتبولي تحت وانا ان شاء الله هرد عليكم. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.